السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خطوة استراتيجية متسارعة، صدمت القوات المسلحة الملكية المغربية الأوساط العسكرية في المنطقة بدخولها في مفاوضات متقدمة للغاية لاقتناء الروبوت القتالي التركي المرعب باركان، والذي طوره عملاق الدفاع هافلسون. هذا النبأ أحدث حالة من القلق البالغ والارتباك داخل قيادة أركان الجيش الجزائري. فالجنرالات هناك الذين ما زالوا يعتمدون على عقيدة عسكرية كلاسيكية تجاوزها الزمن وجدوا أنفسهم فجأة خارج حسابات حروب المستقبل الرقمية. نظام باركان الأرضي ليس مجرد مدرعة، بل هو روبوت هجين مدعوم بالذكاء الصناعي، قادر على التسلل الصامت في التضاريس الصحراوية الشاسعة، ومجهز بصواريخ موجهة مضادة للدبابات والمخابئ المحصنة، مما يعني سحق التهديدات بذكاء دون مخاطرة بحياة جندي مغربي واحد. النقطة التي أفقدت عسكر الجزائر صوابهم هي قدرة هذا الروبوت الأرضي على الاندماج الفوري مع طائرات الدرون في الجو، مثل طائرات برقدار، الطائرة التي ترصد من السماء الروبوت وهو ينفذ الضربات على الأرض، بتناغم تكنولوجي مرعب يجعل من أي تحرك معادي خلف الجدار الدفاعي انتحارا مؤكدا. هذه الصفقة توجه صفعة قوية لأوهام التفوق العددي التي يتغنى بها نظام المرداية. فالجيش المغربي لا يواجه الخصوم بالعدد، بل بسلاح الردع التكنولوجي الكاسح. المملكة الشريفة تؤكد مجددا أن حدودها خط أحمر محمي بأعين لا تنام وعقول اصطناعية لا تخطئ الهدف، ليبقى المغرب دائما متفوقا بخطوات بينما يضغط الآخرون في سبات